بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعليق مضحك من كابتن خالد الغندور بعد تعادل نادي الزمالك مع الداخلية. تعليق مضحك جدا، يعني مش عايز اقول عليه اكتر من كده. تعليق مضحك. ليه تعليق مضحك؟ بعيدا عن كل التعليقات وكل الكلام اللي اتقال في بعد مباراة نادي الزمالك والداخلية، وبعيدا عن مستوى نادي الزمالك والمدير الفني، لما يجي واحد يعني نعتبره مسؤول لانه اعلامي زملكاوي وبيشتغل في قناه الزمالك والكابتن التاريخي نادي الزمالك وحاجات كتيره جدا، والزملكاويه بيعتبروا خالد غندور يعني هو الدرع والسيف لجمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك. فلما يطلع كابتن خالد غندور يقول التعليق ده، انا اعتبره تعليق مضحك، مش عايز اقول اكتر من كده. فالتعليق بيقول ايه بقى؟ خالد غندور كتب عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك وكاتب وقال: لا نستحق الفوز، كلام جميل، والأداء متواضع، وضياع ضربة جزاء في المقابل، والداخلية فريق محترم. لغاية كده الكلام جميل جدا، كلام جميل. بيقول لك لا نستحق الفوز، الداخلية فريق محترم، لنا ضربة جزاء ضيعة، يعني في ضربة جزاء ضيعة، ماشي، كل الكلام ده كلام جميل. لكن بعد كده كابتن خالد غندور بعد ما قال نادي الداخلية فريق محترم، كتب بقى، قال لك ايه بقى: وسبق له التعادل مع الاهلي المتصدر وهو يلعب 10 لاعبين في الدور الاول. هنا بقى قمة الكوميديا، قمة الكوميديا. يعني مش عارف اقول ايه، يعني فيه كلام كتير عايز اقوله، بس انا مش عايز اكون متحامل جدا على خالد غندور. يا كابتن خالد، ايه جاب سيرة النادي الاهلي في الموضوع؟ المباراة مباراة الزمالك والداخلية، والتعادل تعادل الزمالك والداخلية، والمشكلة مشكلة الزمالك. ايه جاب سيرة النادي الاهلي وانه تعادل مع الداخلية في الدور الاول وفريق الداخلية يعني ناقص 10 او بيلعب 10؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، فريق النادي الاهلي انت قلت ان هو المتصدر، يعني هو متعادل مع الداخلية ولكنه المتصدر للدوري. النادي الاهلي متصدر الدوري، وهو ان شاء الله رايح هيلعب نهائي دوري ابطال افريقيا للسنة التانية والتالتة وممكن تكون الرابعة على التوالي. فيا ريت يا كابتن خالد ما تجيبش لنفسك السخرية، ما تجيبش لنفسك يعني ناس تحفل عليك، ما تخليش الناس تضحك عليك وعلى تعليقاتك، لانها تعليقات مضحكة جدا. يعني نادي الاهلي لما بيلعب ويتغلب من فريق او يتعادل مع فريق، ما بيطلعش يقول لك النادي الاهلي احنا اتغلبنا مع فريق كذا، ما هو غلب الزمالك او تعادل مع الزمالك. لا، النادي الاهلي بيقول احنا لعبنا واتغلبنا او تعادلنا عشان 1 2 3 4. لكن حضرتك سبت كل حاجة، وسبت كل الكلام في الكورة، وسبت كل الكلام عن المدرب وعن اللعيبة وعن نادي الزمالك، ولخصت كل الحكاية في تعادل نادي الزمالك مع الداخلية. فين وماله؟ ما هو الداخلية اللي اتعادل النهاردة مع الزمالك اتعادل قبل كده مع النادي الاهلي. ربنا يكون في عونك يا كابتن خالد، ويا ريتك تهتم بفريقك اكتر من كده. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.